السلام عليكم، ازيكم؟ شايفين طبق الملوخيه الخضراء التحفه ده؟ عايزه اقول لكم اول حاجه ان الملوخيه دي فروزن، مش ملوخيه صبحه، مش فريش يعني. طب ازاي ولونها حلو كده؟ هنشوف مع بعض. طبعا كلنا بنعرف نعمل ملوخيه، هي الوصفه مش قصه ان انا اعلمكم ازاي تعملوا ملوخيه، لا. الوصفه ان احنا نعرف شويه تريكات عن الملوخيه الخضراء اللي احنا مفرزنينها بايدينا كده، ازاي نرجع نعملها تاني من الفريزر وتطلع لونها حلو خضرة زي ما انتم شايفين، وكمان طعمها تحفه. طيب بص، هقول لكم على حاجه. اول حاجه بجيب الملوخيه، بقطفها واغسلها وانشفها واشيلها زي ما هي من غير ما اخرطها. زي ما انتم شايفين كده الملوخيه فروزن مجمده، زي ما هي ورق ورق. بجيبها وهي مجمده، بحطها في الكبه تتفرم. ده بسبوسه يعني، تحطها في الكبه تتفرم. ولو لقيتوها فرموها لحد ما انتوا عايزين. وانتوا بتفرموها في الكبة على البوتاجاز، الشوربة بتكون بتغلي جاهزة. يا جماعة الحاجات دي مهمة جدا علشان الملوخية تطلع خضرة. يبقى اول حاجة بشغل الكبة على الملوخية وهي مجمدة. تاني حاجة الشوربة عندي بتكون بتغلي على النار جاهزة. بنزل بالملوخية على الشوربة واسيبهم مع بعض كده ايه على نار هادية خالص، يستووا لحد لما اعمل الطشة. عادي جدا، سمنة بقى، سمنة بلدي براحتكم، وتوم، وطبعا كزبرة ناشفة. درجة يعني تحميصة التوم كل واحد بيشوف بيحبها ازاي، براحتكم برضو. دي حاجة ترجع لكم. اهم حاجة فكرة ان الملوخية تبقى متجمدة. اوعي تسيبيها تفك وتخرطيها، لو سبتيها تفك الملوخية مش تبقى خضرة، هتطلع غامقة. تمام. وكمان لو خرطتيها واستنيتي لحد لما تغلي الشوربة، برضو الملوخية هتبقى مش خضرة. كل الحاجات دي مهمة جدا يا جماعة. الشوربه جاهزه، الملوخيه كانت ساقعه وانا بحطها جوه الشوربه. فاهمين الفكره عامله ازاي؟ تمام. دي الحقيقه مش فكرتي، عشان ما بقاش يعني بقول كلام مش بتاعي. دي شفت اتنين شيفس يعني قايلين ان احنا نعمل كده، والحقيقه انا جربتها وطلعت تحفه. ما رضيتش اقول لكم من الاول ان انا جبت ملوخيه وشلتها فروزن كده، قلت نعمل التجربه كامله مع بعض. الملوخيه موجوده دلوقتي، تقدروا بقى تجيبوا كميه كبيره وتخزنوها زي ما هي وتعملوها، وهتطلع تحفه بجد، واستمتعوا بيها لان هي خطيره. وسيبوكوا بقى من الاكياس والكلام ده خالص، لان دي تحفه. يا رب يكون الفيديو عجبكم.